اللي غنحتاج لهاد الكنافة، عندي 500 غرام هنايا ديال الكنافة. غنشدها غنطحنها في الهاشوار، غنطحنها غير شويه ماشي بزاف. صافي كما كتشوفوا على هذا الشكل بحال هكا نطحنها غير شويه. واللي ما عندوش هاد الهاشوار يقطعها غير بالموس. صافي غنستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي. هانتوما كما كتشوفوا كي ولات. هنا غنضيف عليها كاس ديال العنبه ما بين الزبده وزيت. صافي هنا غنبقى بحال هكا بالطريقه نلبس الكنافه بديك الزبده والزيت. تلبس ليا مزيان. هاد الكنافه راه كتجي زوينه بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كي ولات. صافي هنا غنجيب نبدل المقله الثقيله. واللي عنده مول بحال هكا ديال الدجاج يكون على من هذا شويه يديرها. صافي هنايا غنشد النص ديال الكنافه غنديرو في المقله. بحال هكا حتى نحطو ونحاولو نفكوها هكايا على هذا الشكل. صافي غنبدا نضغط عليها بحال هكا بيدي مزيان. ضروري في هذه المرحله دي تضغطوا عليها مزيان بزاف. صافي غنجيب واحد الكاس ثاني ونبدا نضغط. صافي هنا غنخليوه على الجانب وغندوزو نحضروا الكريمه. الكريمه كما كتشوفوا غندير الكاس الاول ديال الحليب، الكاس الثاني، ندير المعلقه الاولى ديال النشا، الثانيه، غنحتاج المعلقه الاولى، الثانيه، حتى غير جوج. صافي غنحركهم في الحليب بارد. نحركو مزيان تذوب لنا ديك السنيده وديك النشا. صافي غنديروهم فوق البوطه. هانتوما كما كتشوفوا كتعقد لينا ديك الكريمه ونحيدوها. صافي هنا بعد ما عقدت لينا الكريمه
غنضيف الكريمه، غنضيف ليها بيرلي، جوج ديال بيرلي، بيرلي كما كان مسوس ولا حلو ماشي مشكل. وغنضيف 3 القطع ديال الكيري صافي، وغنحرك نحركوه مزيان. صافي دابا غنخوي ديك الخليط ديال الكريمه فوق الكنافه، صافي نحاول نوزع ديك الكريمه بحال هكا. هنا ما تقربوهاش للحاشي ديال المقله، حيت ملي غنتعاود ديروا الكنافه من الفوق باش ما تخرج ديك، نوزع ديك الكريمه بحال هكا. هنا ما تقربوهاش للحاشي ديال المقله، حيت ملي غنتعاود ديروا الكنافه من الفوق باش ما تخرج ديك الكريمه من الجناب. حنا كنعتذر على الاضاءه. صافي كما كتشوفوا هنايا الكنافه اللي بقات ليا غنديرها من فوق ديك الكريمه حتى هي، نحاول نغطي ديك الكريمه كامله. تحاولوا بحال هكا تفكوا ديك الكنافه مع كتكون مجموعه، فكوها بيدينا مزيان. صافي وغنبدا نضغط عليها بحال هكا بشويه بشويه. صافي هنا غنديرها طيب وغندوز للسيرو باش غنسقيها. عندي هنايا الكاس الاول ديال سنيده، درت كاس ونص هنا ديال سنيده، جوج ساشيات ديال الفاني، وجوج كيسان ديال الماء، العبار بكاس العنبه. صافي غنوضعو حتى هو فوق البوطه تيغلى مزيان. صافي هنايا جيت كما كتشوفوا جبت الكنافه من الفران غنسقيها. انا سقيتها وهي في المقله، غنسقيها مزيان. من بعد غنقلبها في واحد المول اخر ولا في الصينيه، ولا المهم تقلبوها. في هذه المرحله هذه فاش قلبتها انا عاود دخلتها للفران، تحمرات من التحت وخرجتها. فاش خرجتها ما عاودتش سقيتها. هذا هو السر باش كتجي فيها ديك القرمشه زوينه. هانتوما كما كتشوفوا هذه هي النتيجه.
كتجي زوينه بزاف. وزوقتها هنايا بشويه البيستاج. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديال الكنافه عفوا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من الاشتراك في القناه ديال افكار ام عمران وام يحيى، ونتلاقاو في شي فيديو اخر. في امان الله.